بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد سيد الكونين وآله وصحبه أجمعين، وعلى الصحابة وأمهاتنا وأمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نسألك علما نافعا ونورا ساطعا وشفاء من كل داء. أحباب رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجتمع في بيت رب العالمين، في بيت الله سبحانه وتعالى، وهي خير البيوت وخير البقاع وخير الأماكن وخير مكان وأفضل مكان وأعز مكان وأجل مكان وأعظم مكان وأقدس مكان يجلس فيه إنسان. ولهذا يكفي شرفا وفخرا وقدرا ومنزلة ورفعة أن الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن المساجد أضافها إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم ورفعة، فقال إنما المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أحباب رسول الله، نجتمع لا لشيء إلا لنذكر بعضنا بعضا ونتذكر مع بعضنا البعض، لأن سبحان الذي قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقال فذكر إن نفعت الذكرى. أحباب رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. أحباب رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من آوى أو من ذهب إلى بيت أو جلس في بيت من بيوت الله يطلب علما أو يعلم علما. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من جلس في بيت من بيوت الله أو آوى ذهب إلى بيت من بيوت الله يطلب علما أو يعلم علما كان له كأجر حجة تامة وعدها النبي صلى الله عليه وسلم 3. ولهذا أحباب رسول الله، هذه المجالس إذا سألت نفسك لما تجلس هنا، لما تجلس في حلقة علم أو حلقة تذكير أو حلقة تعليم، فتذكر هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من جلس في حلقة في طلب العلم، بمعنى عالما يعلم أو يتعلم، كان له كأجر حجة تامة. أحباب رسول الله، غير منقوصة. ولهذا أحباب رسول الله، يكفي أن الله عز وجل قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أحباب رسول الله، كعادة كل يوم أحد نسهم في الإسلام، نحاول أحباب رسول الله أن نتكلم عن ذلك الرعيل. الحديث عن ذلك الرعيل جيل الصحابة الذي قال فيه مالك رحمة الله عليه: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ذلك الرعيل يكفيه شرفا وفخرا وقدرا ورفعة ومنزلة أن الله ترضى عنهم وقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وقال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه. وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم أنفق من أحد ذهبا ما بلغ مد أصحابي ولا نصيفا. يكفي أحباب رسول الله أنهم أصحاب رسول الله اختارهم الله في زمانه واختارهم لصحبة نبيه. كان القرآن ينزل عليهم غضا طريا بين ظهرانيهم، كان جبريل ينزل عليهم رضي الله تعالى
هم صدر الأمة وهم أول الأمة وهم شرف الأمة رضي الله تعالى عنهم. ولهذا أحباب رسول الله إذا تكلمنا عن دين الله وتكلمنا عن الإسلام نتكلم عن الإسلام بفهم السلف الصالح، ونتكلم عن الإسلام بفهم ذلك الرعيل بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا نقول فهم الكتاب والسنة على سلف الأمة اليوم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. لا نفهم الإسلام كما نحب نحن وكما يبدو لنا نحن، ولهذا فهم الكتاب والسنة على سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم وعن أصحاب رسول الله الكرام. اليوم أحباب رسول الله نتكلم عن امرأة عظيمة وعن امرأة شريفة وعن امرأة كبيرة جدا رضي الله تعالى عنها، جمعت الخير من جميع أطرافه رضي الله تعالى عنها، وكل أصحاب رسول الله عظماء رضي الله تعالى عنهم. هذه الصحابية هي عاتكة بنت زيد رضي الله تعالى عنها. عاتكة بنت زيد هذه امرأة عظيمة وامرأة خيرة، امرأة خيرة، ولهذا خير النساء من إذا نظرت إليها أسرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت حفظتك في مالك وولدك. لهذا أحباب رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه المرأة عاتكة كان يقول فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة المنورة رضي الله تعالى عنه التي تنورت وتعطرت وتجملت وتجملت بمقدم الحبيب عليه الصلاة والسلام، كانت تسمى يثرب. لما قدم عليها النبي صارت المدينة المنورة، تنورت بهجرة رسول الله وتنورت ببيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. أحباب يقول أهل المدينة عن عاتكة بنت زيد: من أراد أن ينال الشهادة لحبيب شهيد في أرض الوغى وفي الميدان، من أراد أن يموت شهيدا فليتزوج بعاتكة بنت زيد. طيب عاتكة بنت زيد شوفوا هذه المرأة من أي رجل خرجت وأي أخ خرجت، من أخوها ومن أمها ومن عمها. عاتكة بنت زيد هي عاتكة بنت زيد ابن عمرو ابن نفيل رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أخوها هذا أبوها، وكنجول أبوها إن شاء الله تعالى. أخوها سيدنا سعيد بن زيد. سعيد بن زيد من؟ شكون اللي يقول لي سعيد بن زيد من؟ سعيد بن زيد، سعيد بن زيد، سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة. سعيد بن زيد أين نتكلموا نشوفوا نعدوا العشرة المبشرين بالجنة؟ أولهم نبدأ بالترتيب: أبو بكر ابن أبي قحافة، أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب، ثم العشرة. حمزة من أهل الجنة، ولكن نتكلم عن العشرة. العشرة هذا الذي بشرهم النبي بالجنة في يوم واحد، في مجلس واحد، في مقعد واحد. جاء جبريل عليه السلام فقال: الله السلام يقرئك السلام ويقول ويأمرك أن تبشر فلان وفلان وفلان 10. كاين غير العشرة المبشرين بالجنة كأهل بدر، ولكن أهل العشرة في مكان واحد. قلنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص، الزبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، أمين الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح، قلنا الزبير بن العوام، سعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله. سعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله الكرام. هذا طلحة بن عبيد الله عنده علاقة بالإنجيل. قلنا هذه الصحابية عاتكة بنت زيد أخوها أحد العشرة المبشرين بالجنة اللي هو
الله تعالى عنها. أمها تسمى أم عكيز الحضرمية، أم عكيز الحضرمية التي أمهات المرأة قدمت في غزوات النبي الشيء العجيب، قدمت في غزوات النبي الشيء العجيب والشيء الغريب رضي الله تعالى عنه. كانت خير أم وأفضل أم وأجمل أم وأعظم أم. صدق من قال وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة. فكانت بمعنى كانت أم عظيمة، كانت أم بمعنى بكل ما تحمله الكلمة وبكل المقاييس والمعايير، أم عظيمة التي أم عكيز الحضرمية رضي الله تعالى عنها. هي كانت سببا أن ابنها وولدها كان أحد العشرة المبشرين بالجنة، كانت هي السبب والدافع والحافز رضي الله تعالى عنها. خالها خال السيدة عاتكة بنت زيد أبو العلاء الحضرمي. هذا أبو العلاء رجل عجيب كذلك، وهو كان سبب في فتح البحرين اللي الآن مازال تسمى البحرين. ولهذا سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول لا أزال أحب أبا العلاء الحضرمي لثلاث مش موضوع الآن، لثلاث، بمعنى رجل عجيب. هذا الرجل كان رجل عجيب وكان رجلا مقبولا عند الله، وكانت له آيات وكرامات عند الله عز وجل رآها سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. حتى لا نخرج عن الموضوع. خالتها الصعبة الحضرمية، هذه الصعبة الحضرمية خالتها بمعنى شكون وليدها طلحة بن عبيد الله الرجل العاشر في العشر المبشرين بالجنة. بمعنى هذه عاتكة أخوها أحد العشرة المبشرين بالجنة، ولد خالتها أحد العشرة المبشرين بالجنة وهو طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه عن أصحاب رسول الله الكرام. باباها نرجع إلى أبيها. باباها شكون؟ عمرو زيد بن عمرو ابن نفيل. هذا زيد بن عمرو بن نفيل أحباب رسول الله رجل عظيم، شيء عجيب. هذا زيد بن عمرو ابن نفيل لم يدرك الإسلام، ولهذا سأل سيدنا سعيد بن زيد وسيدنا عمر رضي الله تعالى عنهما أجمعين، قال يا رسول الله أنستغفر لزيد بن عمرو بن نفيل؟ قال نعم استغفروا له فإنه يبعث يوم القيامة أمة وحده. يوم القيامة وحده يجي أمة. رب يعني من قال أمة؟ إن إبراهيم كان أمة. قال لهم هذا زيد ابن عمرو ابن نفيل يوم القيامة يجي أمة وحده. علاه؟ لأن لما كانت قريش قبل الإسلام، لما كانت قريش تعبد الأوثان، كان هو يعبد الواحد الديان سبحانه وتعالى. لما كانت قريش تعبد في الأصنام، هو ما كانش يعبد الأصنام، كان يعبد ربه سبحانه. ولهذا قال علماء السير كما قال ابن إسحاق وابن هشام وغيرهم، قالوا في الجاهلية قبل الإسلام طبعا ما كانوش يعبدوا الأصنام، وما كانوش يسجدون لغير الله، وما كانوش يذبحوا لغير الله. ولهذا نذكرهم. ولهذا شوف هذا عمرو زيد بن عمرو بن نفيل باب السيد عاتكة رضي الله تعالى عنه قلنا لم يسجد لصنم، كان يعبد الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان يقول لقريش الشاة يخلقها الله. قريش كانت تذبح لغير الله، كانت تقرب بالشاة والإبل كانت تقربها لله سبحانه وتعالى. ولهذا ربي قال لهم في سورة المائدة ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. ولهذا أحباب رسول الله شوف كانوا يذبحون لغير الله، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا أي لأصنامنا، فما كان لله فهو يصل إلى شركائهم وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، ساء ما يفترون. ولهذا أحباب رسول الله هذا عمرو زيد بن عمرو كان يقول لقريش
الشاة يخلقها الله، ينزل الماء من السماء فينبت لها أكلها، بمعنى أنه موضع شيء نزل على جال العشيش الماء من السماء باش يوضع شيء باش تاكلوا. ثم تذبحونها لغير الله وعلى غير اسم الله، معنى تذبحوها لغير الله وعلى غير اسم الله. ولهذا قال تعالى في سورة الأنعام: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم إذا لمن المشركين. ولهذا أحباب رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا عمرو، هذا زيد بن عمرو رضي الله عنه، قال لك لم يسجد لصنم، هما 4 ما كانوا ما يسجدوش كاع لصنم في الجاهلية. قال لك الأول ورقة بن نوفل اللي النبي في بداية الوحي السيدة خديجة ادته ليه، ورقة بن نوفل، وكان على الدين النصراني وكان لا يعبد، كان متنصرا وكان لا يعبد الأصنام، ورقة بن نوفل. ورجل الثاني عبيد الله بن جحش، ولكنه شو الثبات، الله بيرزقنا الثبات. واحد ما يغتر لا بالصيام تاعو لا بالقرآن تاعو لا بالطاعة تاعو لا بالفجر تاعو، بالك تغتر. هذا الرجل عبيد الله بن جحش كان في الجاهلية ما كانش يعبد الأصنام، وكان لا يشرب الخمر، وكان لا يذبح لغير الله في الجاهلية قبل النبي. ويجي الإسلام ويدخل في الإسلام. هذا الرجل تكلمنا عليه، كانت الزوجة نتاعو كانت مرته اللي هي رملة بنت أبي سفيان اللي سموها العلماء أم حبيبة زوجة النبي بعد ما مات هذا الرجل، ما مات رجلها. الزوج الأول لأم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان. الشاهد شوف هذا الرجل في الجاهلية ما كانش يعبد الأصنام، وجاء الإسلام ودخل في الإسلام. بعد ما جاء الإسلام ودخل في الإسلام هاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة. لما راح للحبشة انتكس وانقلب ودخل في الدين النصراني، خلى الإسلام وعود بالله للنصرانية ومات على النصرانية. في الجاهلية ما عبدش الأصنام وما كفرش بربي. جاء الإسلام دخل في الإسلام ومن بعد هاجر على جال الإسلام كي راح للحبشة اللي هي أثيوبيا الآن وما جاورها، كي راح للحبشة أحباب رسول الله انتكس على أعقابه. ثبات على الدين. القابض على دينه القابض على دينه كالقابض على الجمر. انتكس ومات على الدين النصراني. قلنا ورقة بن نوفل. والرجل الثاني اللي هو عبيد الله بن جحش. الرجل الثالث يقال له عثمان بن الحويرث. والرجل الثالث لها الرابع عفوا اللي هو سيدنا زيد بن عمرو ابن نفيل رضي الله تعالى، ورقة بن نوفل وهذا نفيل رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله الكرام. هذا زيد بن عمرو بن نفيل. شوف مرة كان الخطاب بابة عمر بن الخطاب كان يقال له الخطاب. كان رجلا وقحا قاسيا غليظا شديدا، كان بمعنى كل شيء فيه الخطاب. هذا الخطاب طارد هذا الرجل عمرو بن سيدنا زيد بن عمرو بن نفيل، طردوا من مكة وجعلوا وقالوا اسكن أطراف مكة، وكان يسكن في الحراء في غار قدام غار حراء. هذا زيد بن عمرو بن نفيل وش يقول؟ مرة يقول القريش قال كلام طويل أقول بعضه، قال لهم أرب واحد أم ألف رب أدين؟ قالوا قريش كانت عندها 365 عائلة يعبدوها في مكة، ماشي غير هبال ولا 365 إله. قال لهم كما قال يوسف في السجن: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ قالوا نعبد رب واحد ولا 1000 رب خير؟ قال لهم أرب واحد أم 1000 رب أدين إذا تقسمت الأمور؟
عجبت إذا تقسمت الأمور يقول تركت اللات والعزى فلا عزى أدين فلا هبل أدين فلا هبل أدين ولا منات كذاك يفعل الجلد الصبور. البيت راح يحكي يقول عجبت وفي الليالي المعجبات وفي الأيام سوف يعرفها البصير. قالوا ما يجي لي أيام تعرفوا بالله يكونوا غالطين. عجبت وفي الليالي المعجبات وفي الأيام سوف يعرفها البصير. ألم تعلم أن الله قد أهلك قوما كان شأنهم الفجور وأبقى آخرين ببر قوم ليربو منهم الطفل الصغير. سبحان الله العظيم. شوف الوليد بن المغيرة صنديد من صناديد الكفر وعملاق من عمالقة الكفر خرج ربي منه شكون؟ خالد بن الوليد. وأبو جهل خرج ربي منه عكرمة بن أبي جهل رضي الله تعالى عنه. عقبة بن أبي معيط خرج منه كلثوم هذه الصحابية كلثوم بنت معيط اللي ربي نزل في حق صوت الممتحنة. يا أيها النبي إذا جاء أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات فامتحنوهن مهاجرات فامتحنوهن. نزل في حق الظن بنت عقبة بن أبي معيط. هذا الرجل اللي بزق في وجه النبي واللي ربي نزل في القرآن وتوعدوا يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. واصلوا بعد الأذان. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن استبع. أما بعد. أحباب رسول الله نحن نتكلم عن عاتكة بنت زيد ذلك الرعيل رضي الله تعالى عنهم. ذلك الجيل الفريد من نوعه. ذلك الجيل الذي لا يعوض. ذلك الجيل الذي قدم الإسلام والمسلمين ما يعجز اللسان عن ذكره. ذلك الجيل الذي قدم للإسلام الغالي والنفيس. قدم أعز ما يملك وأفضل ما يملك وأعمق ما يملك روحه التي بين جنبيه. ذلك الجيل الذي لم يدخر جهدا لنشر دعوة الله ولنشر الإسلام ولنشر التوحيد ولنشر الفضيلة. ولهذا أحباب رسول الله قلنا عاتكة بنت زيد رضي الله تعالى عنها هذه امرأة جمعت الخير من كلتا أطرافه رضي الله تعالى عنها من جهة أبيها
ولهذا شو هذا عمرو سيدنا سعيد بن عمرو ابن نفيل، هذا الرجل شوف كان جبلا وكان عظيما وكان بمعنى خيرا، لم يسجد لصنم. قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يبعث يوم القيامة أمة وحده. شو ماذا أخرج لنا؟ خرج لنا جبال وعمالقة. ولهذا يرحم الله من قال على قدر الكرم تأتي المكارم وعلى قدر العزم تأتي العزائم، على قدر الكرم تأتي المكارم وعلى قدر العزم تأتي العزائم، وتصغر في عين الصغير صغيرها وتعظم في عين العظيم العظائم. لما تكون انت عظيم تجيب العظيم، ودائما تربي اولادك على الشيء العظيم اللي هو الدين وعلى الاسلام والتوحيد والعقيده السليمه. ولهذا عقيده اهل السنه والجماعه وعقيده الاعتدال في الدين والوسطيه في الدين. ولهذا احباب رسول الله سعيد بن عمرو بن نفيل جاب لنا رجال عظماء، منهم عاتكه وسيدنا سعيد بن زيد احد العشره المبشرين بالجنه. هذه عاتكه احباب رسول الله، عاتكه بنت زيد كما اسلفنا في البدايه. قلنا كان اهل المدينه وكان الصحابه الكرام يقولون من اراد ان يموت شهيدا ومن اراد ان يطلب الشهاده فعليه ان يتزوج بعاتكه، ما تزوجها احد الا قتل والا مات شهيدا. ولهذا تزوجها ثلاثه من الصحابه كل واحد مات شهيدا. اللي تزوجها ثلاثه من الصحابه وبين ثلاثه ماتوا شهداء احباب رسول الله عليه الصلاه والسلام. شوفوا هذه السيده عاتكه بنت زيد يقول فيها العلماء كانت امراه فصيحه، كانت عندها الفصاحه. احنا اولادنا من اللي يزيدوا كيبداو يهضروا بمعنى اولادنا نعوجوا لهم لسانهم، وليد يقعد عاقل بقى ما تلابس بعد مثلا نور في الاخير روح لهم عم يزوا بهم الدارجه. شوف هذه عاتكه كانت امرأة فصيحة ورثت الفصاحة قلنا عن أمها أم ركيز رضي الله تعالى الحضرمية. احنا كيزيد الطفل كي يبدا يهضر فعلا يقول له بليغة، يقول له حاحة شوشو معنى حتى الهضرة قول له مغرفة ديريت، قول له الماكلة ديريت، قول له همي، قول له كول على قول له همي، بمعنى يقول له كلمة الجملة دي يقول له الجملة مباشرة صحيحة. احنا هضرتنا كاع نعلموها لأولادنا، نعلموا لهم كاع الهضرة عوجة، ومن بعد كي يبدا يزيد دخلوا تحضيري باش يسقموا له الهضرة اللي قريتها له نتاع عوجة 5 سنين، زيد تولي تخلص عليه بالدراهم باش يسقموا له الهضرة العوجة اللي انت قريتها له. يقول له قبالة بليغة، قول له ماشي مليح، ما تقولوش حاحة، ما تقولوش طوفو، قول له كيف اللي تشوف، قول له النار، قول له هذه نار تحرق، ما تقولوش طوفو. احنا هضرتنا كاع عوجه، كاع نربيو ولادنا عوجه، على ما عندناش الفصاحه، على ولادنا تلقاه جامعي وتلقاه في الليسي بصح ما يقدرش يهضر في اللغه العربيه، ما يقدرش للفصاحه، ما يفهمش الفصاحه، حتى كيقولوا ما يفهمش. مشكل رانا نعانيو مشكل احباب رسول الله، محتاجين على الاقل قول لوليدك نعلموا ولادنا الكلام السليم، ما تعلموش وتعلموا بالمقلوب ومن بعد كتولي تسقم له قول له الكلمه من الاول بمعناها. كاس قول له كاس، قول له كاس، هذا محتاجين، قول له كرسي. ولهذا احباب رسول الله قلنا هذه عاتكه بنت زيد رضي الله تعالى عنها كانت امرأة عظيمة، كانت تعرف بالفصاحة والبلاغة، بمعنى البلاغة، وأعظم البلاغة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى البلاغة التي أدهشت وأعجب بمعنى وتعجب منها العلماء رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله الكرام. وكانت امرأة صاحبة عقل راجح كما قال الإمام الذهبي وغيره سير أعلام النبلاء، قال وكانت صاحبة عقل راجح بمعنى كان عندها عقل. مرات القمة عندها عقل أكثر من 1000 راجل
باش نفهموا حنا قبالة عندنا واحد النظرية واحد الفكرة باللي النساء ناقصات عقل ودين، باللي يا ودي المرأة يقول له ما عقلها صغير، تو يشطو عقلها صغير درت لها راديو كفا عقلها صغير كفا هذا اللي عقلها صغير ولداتك وجابتك وكبراتك ورداتك راجل. كي وليت انت راجل وليت تفهم وليت تشوف بلي يا ودي المرأة عقلها صغير ولهذا أحباب رسول الله بمعنى ناقصة عقل ودين قلنا شحال مرة نقولوا بمعنى عقلها ما عندوش علاقة بالصغير، عنده علاقة شهادة المرأتان تعدل شهادة رجل أو شهادة الرجل تعدل شهادة مرأتان فاستشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. قالوا ونقصان ناقصة عقل ودين أن المرأة في الحيض لا تصلي ولا تصوم وتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، وأنت لو كان لما تصليش تقضيها صلاة. هذا هو نقصان الدين. ولهذا مش نفهمه. ولهذا السيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنه يوم صلح الحديبية سلكت الصحابة أحباب رسول الله، سلكت الصحابة يوم صلح الحديبية السنة السادسة من الهجرة رضي الله تعالى عنهم. ولهذا قالوا كانت راجحة العقل، كان عندها عقل بالمفهوم تاعنا يوزن بلد، بمعنى كانت تنظر إلى بعيد وتنظر إلى مآلات الأمور، معناها تشوف بعيدة. محتاجين إلى هذه المرأة، هذه المرأة محتاجينها، لأن وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة. لهذا نشوفوا قلنا في التاريخ إما نشوف الإمام البخاري إما مالك إما الإمام الشافعي إما أحمد بن حنبل إما إمام الترمذي إما ابن خزيمة إما صاحب مسند الربيع إما ابن الصلاح إما كثير من العلماء إما الأم صنعت منه بطلا وصنعت منه عالما وصنعت منه تقيا وصنعت منه عابدا وصنعت منه عارفا أحباب رسول الله. ولهذا كانت صاحبة عقل راجع. ثم أحباب رسول الله جمعت هذه الخصال الثلاثة، جمعت معهم الخصلة الرابعة وهي الجمال. كانت امرأة جميلة، كانت شابة. ولهذا لما تزوجها سيدنا عبد الله بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قعد وتقاعس عن القتال وعن الجهاد، فأمره أبو بكر أن يطلقها. غير زوجها من شدة جمالها وفصاحتها وبلاغتها ورجاحة عقلها أنه ولم يقدرش يخرج بعد عليها، ولم يخرج الدار. سيدنا عبد الله بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه عجيب. لهذا أحباب رسول الله نحن نتكلم عن جيل فريد من نوعه رضي الله تعالى. ماشي محتاجين لما كنت في التحية تقول السلام علي وعلى عباد الله الصالحين، استحضر جيل الصحابة، استحضر أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد وطلحة استحضر وعلى عباد الله الصالحين لا يصلح آخرات الأمة إلا بما صلح به أولها. هذاك السلف الصالح اللي لا يمكنك أن تفهم الإسلام إلا على فهم ذلك السلف وذلك الجيل وذلك الرعيل رضي الله تعالى عنهم. رعيل فريد من نوعه، بمعنى الجيل يكفيه أنه صاحب رسول الله، شيء عجيب. لهذا شوف احنا مشكلتنا من الأسباب أسباب عدة وأسباب عديدة. من الأسباب أنه علاقتنا بالإسلام علاقة رقيقة وهزيلة وضعيفة وغير متينة، أننا ما نعرفوش جيل الصحابة. معرفة جيل الصحابة يزيد في الإيمان. لهذا محتاجين نقرأ تراجم العلماء وتراجم الصحابة وتراجم الأتقياء. محتاجين هذا الشيء يزيد في الإيمان، يزيد لك في الإيمان وتمضي به قدما إلى الأمام. لما ما نعرفوش الصحابة، لا نعرف عن أصحاب رسول الله شيئا، كيف وصلنا الإسلام، كيف هذا الجيل مش قدم الإسلام، كيف كانوا مع الإسلام، كيف اعتنقوا الإسلام، كيف جاهدوا من أجل الإسلام، ماذا ضحوا من أجل الإسلام. تفهم أحباب رسول الله أن هذا الدين دين عظيم،
وأن هذا الدين لازم تحبه ولازم تعتقده ولازم شيء تربط عليه قلبك وروحك وحياتك. نختم بقصة. قيل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مرة مع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. شرف شو ذاك النبي في وسطهم الصحابة قاعدين رضي الله تعالى عنهم. النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس مع أصحابه سأل أصحابه ما يطلبون في هذه الدنيا. في الدنيا هذه وش تطلب أنت؟ وش تطلب في الدنيا؟ كما قال سيدنا الصحابي الجليل نسيت اسمه تمنى، قال أتمنى موافقتك في الجنة. الشاهد أحباب رسول الله، النبي قاعد مع الصحابة يقول لهم ما تطلبون في هذه الدنيا، ثم سأل أبا بكر سيدنا أبا بكر قال له يا أبا بكر ما تطلب في الدنيا؟ أنت في الدنيا هذه وش تطلب؟ فقال أبو بكر قال له أطلب من الدنيا ثلاث، نطلب ثلاث حوايج في الدنيا هذه، نطلب ثلاث حوايج. قال له يا رسول الله أطلب من الدنيا ثلاث: الجلوس بين يديك والنظر إليك وإنفاق مالي عليك. شو مش حوس كاع في الدنيا كاع يدينا وش يحوس؟ قال نحوس ثلاث حوايج. وشنو هو؟ قال له يا رسول الله أطلب من الدنيا ثلاث، نحوس ثلاث حوايج. قال له أطلب من الدنيا الجلوس بين يديك، نقعد معاك نقعد غير نشوف فيك، ما نهدرش، نقعد غير هكذا نقعد نشوف فيك. أطلب الجلوس إليك والجلوس بين يديك والنظر إليك وإنفاق مالي إليك. ولهذا قال له ما تركت لعيالك يا أبا بكر؟ قال له تركت لهم الله ورسوله، أعملوا من أجل الإسلام. الشاهد فسأل عمر قال يا عمر ما تطلب أنت من الدنيا؟ فقال أطلب ثلاث: قول المعروف ولو كان سرا، ونهي عن المنكر ولو كان جهرا، وأقول الحق ولو كان مرا. فسأل عثمان قال يا عثمان ما تطلب أنت من الدنيا؟ قال إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. فسأل علي قال يا علي ما تطلب أنت من الدنيا؟ قال إكرام الضيف والصيام في الصيف وضرب العدو بالسيف. فقال النبي يا أبا ذر، وكان أمامه، قال يا أبا ذر ما تطلب أنت في الدنيا؟ فقال الفقر والمرض والموت. عجيب، تعجب النبي قال لما؟ احنا في الإسلام ما يجوزناش نتمنوا الشر، لأن الحكمة والنبي قال لا تتمنوا لقاء العدو ولكن إذا لقيتموه فاثبتوا. ما تمناش تمرض، ما تمناش الشر روح أبدا. الشهيد أبا ذر وما تتمنى أنت يا أبا ذر من الدنيا؟ قال أتمنى ثلاث. ما هم؟ قال الفقر والمرض والموت. قال لما يا أبا ذر؟ على تمنيت له ثلاثة. قال يا رسول الله، قال الفقر يرق له قلبي، قال له كي يكون فقير نحس بغيري وقلبي يطاب على خوتي، ما نتعالاش على خوتي. قال يا رسول الله الفقر يرق له قلبي والمرض يخف به ذنبي. قال له المرض ينقص الذنوب، قال له كي نمرض بمعنى نولي خفيف مع روح ربي، خفيف ما نمرضش تجيب قناطير مقنطرة تاع ذنوب. قال والمرض يخف به ذنبي. قال والموت فألاقي به ربي. قال له كي نموت وش عندي؟ لاقي ربي. لهذا النبي في الحديث القدسي قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فاهتزت السماء وأعلنت حالة الطوارئ، وجاء سيدنا جبريل عليه السلام على وجه السرعة. فقال جبريل عليه السلام السلام عليك يا رسول الله، أما أنا فأحب من دنياكم ثلاث: إبلاغ الرسالة وأداء الأمانة
وحب المساكين. ثم رجع جبريل إلى ربه، ثم عاد جبريل عليه السلام فقال يا رسول الله السلام يقرئك السلام ويقول لك ربك يحب ثلاث: يحب لسانا ذاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وقلبا خاشعا. سبحانه جل جلاله. هذوم أصحاب رسول الله، هذو الرعيل الذي نترضى عليهم ونقول رضي الله عنهم وترضى عليهم ربنا سبحانه وتعالى. الدعاء لخوتنا المرضى بالسرطان، إن شاء الله ربي يشفيهم، إن شاء الله ربي يعافيهم، إن شاء الله ربي يرفع الضر اللي فيهم، إن شاء الله يمتعنا بالصحة والعافية. اللهم ألبسنا لباس الصحة والعافية. كل إنسان مريض ولو بيناتنا مريض إن شاء الله ربي يشفيه. عم خميسي هو مريض، رجل اللي يقعد لي في الكرسي هو من رواد المسجد ومريض، إن شاء الله ربي يشفيه، إن شاء الله ربي يعافيه، إن شاء الله ربي يرد المسجد سالم غانم إن شاء الله تعالى. خوتنا أحباب رسول الله، خوتنا أصحاب الزلزال، الجار الشقيق المغرب، بمعنى ندعيو لخوتنا أحباب رسول الله. نقول واحد الكلام في 30 ثانية. البارح دعينا لهم، واحد قال لي يا ودي، قال لي الشيخ ما تدعي لهم شوية ودي، هما طبعوا مع إسرائيل ومنا ما عندهاش علاقة، كاع ما عندهاش علاقة أحباب رسول الله. سبحان الذي قال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. ثم وش قال بعدها ربي؟ ولا تسألون عما كانوا يعملون. ما ربي ما يسقسيناش عليهم، ربي يسقسيك على روحه، بيسقسينا علينا. ربي الشعب الجزائري من وقت الهواري حتى الدقيقة تعذر شعبا وقيادة، بمعنى شعبا وحكومة، بمعنى الشيء الرسمي. وشنو هو؟ نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، ونقعدوا هكذا نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة بالحفة فوق الزجاج مع فلسطين. احنا هذا يكفينا. الموت ما فيش التشفي عفوا، ما نتشفوش في الموت. هذو خوتنا. يجمعنا الإسلام، يجمعنا القرآن، يجمعنا السنة، تجمعنا الجوار جيراننا، تجمعنا العروبة، تجمعنا الإنسانية. هذو خوتنا. شوفوا كاع خوتنا في الإنسانية، في العروبة، في القرآن، في السنة، هذو كاع يجمعونا. كنت نشوفوا قبيله مسجد في الهزات الاعتدادية، مسجد يصلي وطاح بهم كاع كما كانوا، كما طاح كاع يدينا. ما عندناش علاقة أحباب رسول الله. ولهذا احنا واجبنا كوننا مؤمنين. النبي قال من أمسى ولم يهمه أمر المسلمين فليس منهم. النبي قال مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. ندعو لهم، لأنه واحد قال لي ودي أو يخلصوا. لا ما مش يخلصوا. قال لي ربي لا أبدا. هذا يسميه تألي على الله. انت شكون قال لك ربي بلي هذاك عقاب؟ من أخبرك؟ شكون اللي خبرك بلي هذاك عقاب؟ سمحنا كي ضربت في بومداس ربي عاقبنا، كي ضربت في مكة ربي عاقبهم، كي ضربت في تركيا ربي عاقبهم، كي ضربت في باكستان ربي عاقبهم. من أنبأك ومن أخبرك ومن أطلعك أن هذا عقاب من الله سبحانه وتعالى؟ لهذا لا نتألى على الله سبحانه وتعالى. قول خير ولا اسكت خير، ما تقولش امين، ما تدعيش، زمنا فمك. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. هذا احباب رسول الله. شوف النبي علمنا عليه الصلاه والسلام، قال احمدوا الله على العافيه وارحموا اهل البلاء. لو كان جات عندنا وباش تجي عندنا بعيدة على ربي، بعيدة، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. احنا رانا نهضروا ما نعرف نصبحوا ولا ما نصبحوش، لا تزغط بينا ولا ماناش عارفين أحباب رسول الله. ولهذا كل كلمة طيبة ولا هذو خاوتنا ندعيو لهم من باب الإسلام، أنه كوننا مسلمين ندعيو لهم. إن شاء الله ربي يكون معاهم، إن شاء الله ربي يرفع عليهم، والموت نتاعهم إن شاء الله ربي يقبلهم في الشهداء. النبي قال من مات على الهدم فهو شهيد. إن شاء الله ربي يقبل موتهم في الشهداء، وإن شاء الله ربي كل المرضى ان شاء الله ربي يردهم لديورهم سالمين غانمين، والجرحى نتاعهم ان شاء الله ربي يشفيهم، ان شاء الله ربي يكون معاهم، ان شاء الله ربي يصبرهم. بمعنى اخر الاحصائيات 2122 ماشي سهله احباب رسول الله. دار كامله ماتت ماشي سهله احباب رسول الله. والله غير اللي بكري قال لك اللي يضحك يلحق. هذه الدنيا واعره، الدنيا هذه راك في دنيا، وإلا صاحبك حفف تبلل وربي قال وتلك الأيام نداولها. بالك
خد بالك مرات يجينا البلاء والعياذ بالله، بواحد الناس تلقاهم يستشفوا احباب رسول الله، ماناش محتاجين هذوك خاوتنا ندعيو لهم، واجب علينا كوننا مسلمين. شي واحد اخر امور سياسيه ما ندخلوش، حنا خاوتنا اصابهم امر مصاب ندعيو لهم ونقدروا نعاونوهم ونوقفوا معاهم بالحفا ونوقفوا معاهم. الصليب الاحمر الصليب الاحمر الفاتيكان تابع للفاتيكان يعاونوا فيهم. حنا من باب المسلمين، حنا المسلمون اخو المسلم. هذه الامه هذه هي الامه احباب رسول الله. والعلماء قالوا يمتد وطن المؤمن حيث تمتد عقيدته. ان شاء الله ربي يكون معاهم، ان شاء الله ربي يصبرهم، ان شاء الله ربي يرفع هذا البلاء عليهم ان شاء الله تعالى، ان شاء الله ربي يجعل لهم في ميزان الحسنات، ان شاء الله ربي يقذف في قلبهم الايمان يصبروا على موتاهم. ان شاء الله نسال الله عز وجل ان يفتح عليهم الرزق وان يحفظهم وان يسترهم. مازالت الهزات الارتداديه ان شاء الله ربي يسترهم، وربي يستر الامه الاسلاميه، ان شاء الله ربي يستر الجزائر ليلها ونهارها ارضها وسماءها، ان شاء الله ربي يحفظ كامل المسلمين ان شاء الله تعالى. بدينا التسجيلات تاع التحضيري اللي حابين يسجلوا وليدوا للتحضيري ما قبل التمدرس، انا بدينا التسجيلات وربي يبارك فيكم ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.